امبارح. يعني انا اعلم ان المؤتمرات او الايفنتس اللي زي دي انتوا بتكونوا مهتمين جدا تحضروا عشان تشوفوا ايه الحاجات الجديده، لو في ابديتس جديده، وبالتاكيد المشهد ده فاجئك زي ما فاجئ العالم كله. صحيح. انا شعرت بامرين مهمين جدا. الامر نوع من الغبطه الابتهال، ان هي يعني قامت بدورها اللي المفترض ضميرها الحي يعني بيحتموا عليها، وكانت يعني باللغه المصريه البسيطه ست ب 100 راجل في موقف زي كده. والناحيه التانيه موقف او يعني شعور بالعار، لانه الشخص اللي كان واقف على المنصه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه من شويه، وهو اللي بيحمل اسم عربي شرقي جميل وله اصول عربيه وكذا، هو كان يعني شخصيه مسختها الثقافه بتاعت الرجل الابيض الجميل اللي شايف ان هو فوق كل الناس وفوق كل العالم. يعني فما بين غبطه اهل المغرب على ابتهال، وما بين نوع من انواع مش عايز اقول يعني الفاظ تبدو قادحه، ولكن نوع من الخزي والعار اللي الواحد حس بيه ان واحد عربي شرقي واقف على المنصه اسمه مصطفى هو اللي ممكن يكون يعني بيدعم الاحتلال بهذا الشكل، او بيساعد الاحتلال في انه الاي اي او تطبيقات الاي اي تدخل في استهداف المدنيين. طيب يمكن